انتهاء اللقاء بالتعادل، التعادل الإيجابي 1-1 ما بين الزمالك والأهلي. لكل اللي كانوا مشككين في إن الزمالك ضعيف، إحنا هننزل نحط بالثلاثة والأربعة والخمسة وهنعد وهنعمل حفلة والأفلام دي ومستنيك وبحلم بيك، أنا مستنيك. كل ما تقولها وكل ما تقلل من فرقة كل ما يتعمل فيك اللي بيتعمل ده. الاهلي شوط اول ايجابي 100%، الزمالك مش عارف يخرج بكوره غير كوره ولا اتنين، ولكن الزمالك في الشوط الثاني بيحكم باحكامه. هدف جميل لاشرف بن شرقي في مرمى الزمالك ناديه السابق، ولكن يرد سريعا نجم اللقاء الاول محمود بن تايك. الراجل ده باك بمعنى الكلمه، باك بيزيد هجومي، بيرفع، بيلم، بيشوط، بيعمل كل حاجه. باك بمعنى الكلمه، باك مش موجود في الدوري المصري بقاله كتير. اهو ده اللي نفسي بقى احنا كدوري مصري ننتج حاجات زي كده. ما عندناش باكات صدقوني. يعني انت دور، الاهلي النهارده كان بيلعب باحمد توفيق، احمد توفيق ما هجمش هجمتين طول اللقاء، ما عملش اي زياده هجوميه، عشان كده كان متقفل شويه ناحيه الزمالك او مقفوله شويه من ناحيته، لان هو كان واقف طول اللقاء ورا ما بيقدمش خالص. ولكن الزمالك قدر يلعب صح، بسيرو لعبها صح. وتبديل اتاخر شويه بسيرو، تبديل اتاخر كتير. ناصر منسي حرام حرام، ده ما يعني ما يبداش اساسا على سيف الجزيري. سيف الجزيري ولا بيقطع ولا بينط ولا بيجري ولا بيعمل اي حاجه، انا مش شايفه بيعمل اي اضافه عشان يفضل في الملعب. ولكن نزول ناصر منسي فعلا ادى للزمالك رونق جديد وشكل جديد ولعب جديد وحاجات تانية كتير قوي. ده غير ان هو يعتبر صانع الهدف اساسا، هو حطها لعمر جابر. عمر جابر كان ممكن يقدر يشوط، ولكن عمر فضل انه يلعبها بالعرض الناحيه التانية وحطها محمود بنتاج في الجول. كلمة أخيرة لكل اللي بيشككوا في فرقهم أو كل اللي بينفخوا فرقتهم على الفاضي. أنت داخل على لقاء قوي ما بين قمة، هتقلل من الفرقة التانية صدقني. اللعيبه بتوع دلوقتي بيبصوا كتير للسوشيال ميديا، يعني هيبصوا انت بتتكلم في ايه او انت بتقلل من الفرقه التانيه. احنا اعلى، احنا هيخشوا زي ما دخلوا النهارده. خلي بالك الزمالك اضعف من الاهلي بمرات بمرات، ولكن انت اللي عملت في فرقتك كده كمشجع، انت اللي عملت كده. وفي الاخر صدقوني لقاء كان بثلاثة بونت، سواء الزمالك كسب او الاهلي كسب، لقاء ملوش اي لازمه. ليه؟ لان الدوري مش بيعتمد على اللقاء ده، لا ده الدوري بيعتمد على الثمان لقاءات اللي جايين اللي هيلعبوها هما الاثنين مع بعض. 8 لقاءات هيتلعبوا ما بين الاهلي والزمالك والثمانيه الاولين او التسعه الاوائل، فانت ليك 8 مطوشه. 8 مطوشه دول قدرت تلم فيهم النقط، خلاص بتاخد الدوري. ما لمتش فيهم نقط هوب مش هتاخد الدوري. فعشان كده بقول لك سيب بيراميدز الاول دلوقتي، ولا ليها لازمه. لازم تلم من ال9 لقاءات الجايين. فاهدى شويه، ولسه بدري على الدوري سواء من هنا او من هنا. مبروك التعادل لنادي الزمالك، لانه لعب بجديه ولعب على قد مستواه رغم الغيابات الكتيره اللي عند نادي الزمالك. مبروك لكل زملكاوي وهارد لك لكل اهلاوي، لان انتوا اللي نفختوا الفرقه على الفاضي وعلى المليان.